السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح التطبيق اللي معانا النهارده. هنشرح تطبيق فاميجارد المخصص لحماية ومراقبة تليفونات الاندرويد للاطفال، للاولاد، عشان لو عندك ابن وعايز تعرف بيعمل ايه او بيروح فين او بيجي منين. فمبدئيا تعالوا نقول على مميزات التطبيق ده. التطبيق ده بيقدر يراقب اكتر من 30 تطبيق، اشهرهم طبعا الواتساب والانستجرام والفيسبوك والديسكورد. بيقدر يعمل تحديد دقيق جدا للموقع، بيقدر يسجل لك اي حاجة على التليفون زي المكالمات والشاشة والمناطق المحيطة. وكمان التطبيق مش بيحتاج لجذر الروت ده النظام اللي بيهلك تقريبا التليفونات. يعني التطبيق آمن 100%. دي كل التطبيقات اللي بيقدر يعمل عليها مراقبة. تطبيقات كمان بيقدر يعمل تتبع للجي بي اس وعرض سجل المواقع اللي التليفون او صاحب التليفون مشي فيها، اللي هو في الحالة دي هيكون ابنك، وفيها تتبع موقع من الواي فاي، من خلال الواي فاي. وكمان نقدر نعرض ملفات الهاتف في اي وقت، الصور وجهات الاتصال، سجل المكالمات، رسائل، واشهر حاجة كيلوجر، وده اللي بنعرف من خلاله الكيبورد كتب ايه في الوقت الحالي. كمان تقدر تعمل جمع لسجل البحث والمشاهدات، ابنك بيشاهد ايه دلوقتي وبحث عن ايه. كل دي مميزات بتقدر تعملها انت كأب في تليفون ابنك، وبتقدر تتحكم فيه عن بعد. التقاط صور سرية، سكرين شوت، تسجيل مكالمات، تتبع الكلمات، تسجيل صوت خارج الهاتف بيفتح المايك، تسجيل شاشة الهاتف. هنا بقى وبكل سهولة طريقة تثبيت التطبيق. هنا بقول لك قم بالتسجيل واحصل على الخطة، وبعدين نثبت التطبيق على هاتف ابننا، تثبت التطبيق على تليفون ابنك، وبعدين تبدأ انك تتحكم في الحاجات اللي قلنا عليها. تعالوا نلقي نظرة سريعة على باقات التطبيق. هنا تقدر لو هتشتري شهر بس $29 في الشهر، لو هتشتري 3 شهور فهيكون الشهر عامل $16، ولو هتشتري سنة فالشهر هيكون عامل $8.32، يعني في السنة $100. طيب حددنا الباقة واشترينا، ندخل على الحساب. أول ما نعمل لوج إن هنيجي عند السيت اب، طريقة التثبيت والتحميل. ده الرابط اللي احنا بناخده وبنحطه على التليفون عشان نثبت التطبيق. وتحت هنا في جميع الخطوات. لو انت ما فهمتش من فيديو التثبيت تقدر ترجع للخطوات بتاع التثبيت اللي قدامك دي. بكل بساطة اول ما نحط اللينك على جوجل كروم عندنا، نبدأ نشد الشريط ونبدأ تحميل. هنسيبه يحمل عادي جدا، وبعد ما يخلص تحميل هنعمل له انستول، تثبيت. وبعدين هنقول له مزيد من التفاصيل والتثبيت على اي حال. هنا هنديله اجري، وهنا هنسجل بالايميل والباسورد اللي احنا عملنا بيهم الحساب. اتخطى الحتة دي ونرجع تاني. هنا بيقول لي اسم الطفل، هنا تكتب اسم ابنك بوي، ولد ولا بنت، وبعدين نحط العمر، وبعدين نعمل configuration. هنا بيقول لنا خلوا التطبيق يظهر فوق التطبيقات الاخرى. نبدأ ننزل ونيجي عند system update services ونديله سماح. هنا بيقول لنا اقفلوا حماية جوجل برودكت، برضه هنقفلها عادي جدا. ودي شوية المتطلبات اللي طلبها مني عشان يتثبت. خلاص ثبتنا التطبيق وكله تمام. ندخل تاني على الداشبورد على الموقع، وبعدين داشبورد، وبعدين هنا بيبدأ يعرض لنا كل حاجة. عندنا خلال الشهر ده 200 مكالمة، ده تليفوني أنا. وعندنا الفوتو، هنا عندنا اللوجز، يعني ايه آخر التطبيقات أو آخر حاجة أنا استخدمتها ودوست عليها. وعندنا هنا المسج أو الرسائل. عندنا هنا نقدر نجيب جهات الاتصال اللي عندنا،
في البراوزر هيستوري نقدر نجيب سجل التصفح بالكامل. الفوطة هيعرض لنا الصور اللي على التليفون زي ما انتوا شايفين كل الملفات. في الفيديو هيبدأ يعرض لنا كل الفيديوهات اللي على التليفون. عندنا الكيلوجر ده اي كلام انا كتبته بالكيبورد بتاع التليفون. عندنا كمان اللوكيشن، ممكن نحدد اللوكيشن ده عن طريق كذا حاجة، الواي فاي مثلا او الجي بي اس. وعندنا بقى تطبيقات السوشيال ميديا زي الواتساب والفيسبوك والماسنجر، سكايب وديسكورد وانستجرام. كل التطبيقات حرفيا نقدر نعمل فيها اي حاجة، تقدر تعمل فيها اي حاجة. فعندنا هنا مثلا الفيسبوك، كنت داخل على الفيسبوك وعملت لايك على صورة عادية، حفظها لي هنا على طول. بس يا شباب لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ممنوع منعا باتا استخدام التطبيق لأي سبب غير المصرح به، اللي هو مراقبة الأطفال، مراقبة أطفالنا. الآباء يراقبوا أطفالهم. سلام.